رخصة لا إله إلا الله. هذه طال عمرك رخصة ياخذها عشان يكون شغال في العقار كوسيط عقاري ويدخل السوق كعقاري يقدر يبيع ويشتري. صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش معنى رخصة فال العقارية؟ والله ما عندي فكرة صراحة. تبع رخصة مو يعني تتعلق بالعقار موثقة هي العام العقار، يعني هذا اللي أعرفه الصراحة. السلام ورحمة. ايش معنى رخصة فال في مجال العقار؟ رخصة فال هي بشركة هي؟ لا، هي اسمها رخصة فال في مجال العقاري. والله ما عندي خبر. ما عندي خبر. ايش معنى رخصة فال في مجال العقاري؟ ايش معنى رخصة فال في مجال العقاري؟ رخصة فال يعطينا السلامة هذه ياخذها الشخص التسويق العقاري. هي أحسن من إنك تفتح مكتب عقار، تسويق عن بعد، وفي ناس شغالين في المجال هذا منهم أنا. من وين طلع الرخصة؟ الله الحمد لله، أنا أشوف أنها فرصة جيدة خاصة للشباب العاطلين. يعني فيها فائدة جدا. كم استفدت؟ لا هذه من الله. ايش معنى رخصة فال في المجال العقاري؟ رخصة فال لا واضحة وصريحة يعني. اللي هي الرخصة تاخذها من هيئة العقار عشان تشتغل وسيط، بس الموضوع بسيط يعني. الوسيط بسيط أو مكتب أو يعني سمسرة، يعني شيء من هذا القبيل يعني. فين الفلوس؟ ما في. ايش معنى رخصة فال في المجال العقاري؟ أول مرة أسمع عنه. ايش تتوقع؟ يقول لك فال في المجال العقاري وش هي؟ المجال العقاري على الأراضي وش اسمه وش بعد البيوت وش زي كذا، يعني شيء خاص في العقار. ايش معنى رخصة فال في مجال العقاري؟ رخصة فال في المجال العقاري هي تصريح يعطونه الشركات العقارية أو مكاتب العقارية بحيث أنهم يقدمون خدمة للعميل.